ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درسنا قرآن كريم سورة قريش أمي دس بكن تفسيرك الشافعي. سورة قريش مكية لمكية نازل بها 4 آيات. رب العالمين وهاد به لإلاف قريش إلافهم إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا برا عبادته خده بكن، يعني شقا نعمت خده السروان هنا وزيدنا ناكن جي اما ان برا جبونا في نعمته هاني برا عبادته خده بكن كتشيه إلاف قريشين، يعني هو قرتي هبالتيا قريشيا إلافهم رحلة الشتاء والصيف. دنگه پیره کا دنگه زارو کا ته سیده مرسای ماله سيك قبط إلافهم يعني هباله قرتيا وان رحلة الشتاء والصيف اب يعني شوندنا جزيا تجارتا زبستان وهاويني برا فليعبد رب هذا البيت برا عبادته رب بيته بكن الذي أطعمهم من جوع او ربي كو واندابو ناندان جبرتشيبوني، يعني برتشيبون او ربي عالمي راو بتشوا كربو واج برتشيبوني تير كربو وآمنهم من خوف وان كربو امنيتي جترسي، يعني او ترسا كل دورا وان هبو يا او ترسا كو امبيجن ج ابرهه وعسكري وي هبو رب العالمين دفانا دا شوا كربو وان كربو امنيتي الملك دبكو معنا قادش مملك اصلا يعني ما جو فجعلهم كعصف مأكول، يعني هنك مصحف هذا هذه السورة يكن، يعني هذه السورة كيطلع عصابي او كوصابه فجعلهم كعصف مأكول وان كربو وكا كياكي كتي خورنو اولنا وفي دوارا دايه شما جي خدای تعالى وان اصحاب فيلا وساكربو لإلاف قريش جبونا مألوفتيا قريشيا، يعني جبونا كو قريشي جبونا رحات ببن و جبو كاربن هارن تجارتا خويا زبستانو و هاويني و كو كمن گويني و كو انسان دورا وانجي هيبتا قريشيا بزنبن كفانا اهل بيتا خدينا خوجي محافظه بكن خدای تعالى دبكوش بونا بياجي كربان مالي اوي انا بيجي سيدا هم جبو حرمتك هيدا ببناوان مالي وهم جبو ترسا ملتي دولان جوان شي ببيجي كولا مزاري بينا وانا خدي بلاي بدا ما تدي هم قارشي وان نبن اللي جبو بي قارشي بوتالا جبو كوان خسبو نابي قونا عنكا يا بيبلا جبو في خاطري في قونا باراش كي قدارا عبادت بكن نعمتك في خدايا السلوانة أبي نعمت عنكا جوان بيبال كسر كني مالي دبكو يعني ربي عالمي جبوي بياجي وساكرنا مالي إجاني إلاف قريشين متعلق بقوله فليعبدوا، يعني فليعبدوا لإلاف قريش من عبادة قريب كن جبونا مألوفتيا وان مألوفتيا قريشيا كل رحلة الشتاء والصيف أبد فليعبدوا بقول فليعبدوا أمرهم أن يعبدوه لأجل إلافهم الرحلتين أمري خدای تعالى أمر قريشيا كيف عبادته خدا بكن جبوي خاطر مألوفتيا وانا جبانا هردو رحلة ترى مالك فإن قلت بيجي فلما دخلت الفاء فليعبدوا أو في شما هاتيا يعني حكمته هاتنا ويش في شيء قلت أزبيجا لما في الكلام معنى الشرطي الكلام إذا معنى الشرطي هي والكلام إذا معنى الشرطي هذا أو في جبونا خاطري ويدي إيه معنى شو الباء لأن المعنى دمكي سيلا معنى أبي فتعقيب دقازة إلا بعض جاي بجيكي بهي لما كوفيتيات فكي بلاني كذا أبي في بعض جاي بكدري بقى جابوا ويدري ماله عيوسا
أو شغل لأن المعنى إما لا أجر كن نجوي تشكي بجد فليعبدوه لإلههم برا عبادة خدا أن عبادة خدا بكن جبونا به مألوفتيا وان جبونا به هبالو وغيرتيا وان كو وان هردو رحلتا بجيتين على معنى لسه بمعنى إما لا إن ما لا يعني إن لم يعبدوا لفلان فليعبدوا لهذا بله عينوس يعني أقل كود جبوت تشكي عبادة لكن أنا أصبرش بفي عبادة معنى أواجد به أن نعم الله عليهم لا تحصى نعمة خداي تعالى بحد وبحساب لسروه فإن لم يعبدوه لصائر نعمه فليعبدوا لهذه الواحدة أجل جبونا باشنا نعمة خدا عبادة نكلش خدا راجي أنا هندك برا جبونا في نعمة هانش خدا عبادتك التي هي نعمة ظاهرة أن يكون نعمتك لبرش عباء وعيان بيانه وقيل المعنى اعجبوا لإلاف قريش دبكو يعني أم بيجن إجا جملة كمعنى أمري جوابها أمري ضفيته عجيب من إلاف قريشيا أو إلاف قريشيا يقول فليعبدوش لعبادة قريش يعني أب سيدا اعجبوش كده فتحة سيدا أب يعجبوا إشارة دكيكي لإلاف قريش متعلقة بفعلك مقدر بها أو فعلا مقدر يعجبوية يعني كو أبيات شكي عجائبة دنابين عربنا دنابين وي ملتي جاهلية دا قيدو بيكي أبدو درماندن وأوقع زرادة دكرين أبدو مالي أبدو طالان وطاجان دكرين وقاشي بي بان أهل مكة ندون زرادة نرقي النوان لما جديا عنك عجيب من الجمع الجبو في أولايوان عجيب منه دمك إشارة كيكو في الإلاقي متعلقين بيعجبوية مقدر خش وقيل هو متعلق بما قبله دبكو وكان معنا كمنجو إجا لإلاقي متعلق ألم ترى كيف بباشية ألم ترى كيف موي جملة بريق مضى أي فجعلهم كعصف مأكول وضيت على أصحاب فيلا قرام وكا خورنا حيوان ودخو وداهنا ودستو بيخو دبرشقينا دكا عفيدرسن دكا بشكلو دكا أو وانا وصل كرت شما لإلاف قريشي جو مألوفتيا قريشيا جبونا قريشي كان بني أمنيتي بني جواني او أفندم كارمش قرى هرن كاروانية خوي زبستان وهابينا بل وهذا بمنزلة تضمين في الشعر أبيات تضمين الشعر ده تضمين الشعر شو هو دبجة شيء تضمين الشعر وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقا لا يسرع إلى يعني قطعة باشين معنوي بقطعة أول باي شعر باشين معنوي بشعر أول باي كنت بيبا نزل قيل شو معنى الناصر لحد إجا أمبيجن بي سوريجي على قوي تعلق قوي بالسوري في الفاي كنت بيبا نزل قيني ناب معنوي دبكو أمبيجن تبي فجعل أبلي إلى قريش كنت نادي سلسلة فجعلهم كعصي مأكولين ليلا في قريش متعلقين بذا نكي معنا ناصر حد يعني دمكي دبيجكي خالقي عالم أورديا في الكهات نسد مكاي أوانا كيروكي وخارنا وحيوان دخول دابي دربا بيسرع حيوان وان كيروكي بيسرع حيوان وان مساكر جبو خاطري كي جبو خاطرك بأهل مكة شخرا جليان كعبرات بسكينة خالقي خور وجرات بي كعبة دا ديار بدنا بي كعبة وجبو خالقي بي كعبة را بكن بي بينن وبوي محمدك وخوي تعالى بي كعبة دورا بي كعبة شاندية بي وي محمد جيماني مالي وهما أمهر سورة في مصحف أبي سورة واحدة يعني سورة فيل وسورة قريش ده مصحف أبيدا سورة كتنين بلا فاصل فاصلة نبوانتنا وعن عمر حسي عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب درك عدد الديادة جلميجا المغربي حدث عمر هذه على سرها بدخون ده
أوج علامته كهر دو سولتنا. وقرأ في الأولى دي ركعة أولج مغربتش والتين الخندان. والمعنى أنه إجا معنى السورة قنبلة أنه آلك الحبشة أصحاب الفيل وانبره هلاك قضاء تعالى الذين قصدوهم قصد قريشية كلهم ليتسامع الناس جبوي بدأ سعكرن بإنسان بذلك بفي هلاك حبشة ليتسامع الناس يعني جبوك إنسان بهمدو بدنا سعكرني وأبانا تنسى مكي ورايكي وهذا سريوان خبرت من معنى فعليا شنيخ بلى ليتسامع الناس جبوي إنسان جهف صعبكن بذلك ببيه هلاك حبشة فيتهيبوهم زيادة هيبتين جبويكو جقريشيا زيادة هيبت بكرن والقرشيوان تمكنين ويحترموهم فضل احترام وجبويكو حرمتك زيادة جمرة نشام حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتهم حتى كو اف رحلة وان أبي كاروانية وان كو تشون كاروانية زبستان و هاوينا آجبويكو بيا تكبت وزني كو تو كسك خارشي وان نبا وان رابينا زرار ندوان على قبوان نكا ببيجن فانا أهل بيت خدينا كي دقون مشي وان ببا وزرار بينا بلي فلا يشتري أحد عليهم جرأة نكا بسروان يكي وكانت لقريش رحلتان شو قريش يرى دكاروانيهم يرحلون في الشتاء إلى اليمن دزبستان إذا دشون كاروانية دشون يمني وفي الصيف إلى الشام ود زهابين إذا يدشون شامي فيمتارون ويتجرون يعني هم كار ذكرن امتار معنى كار كرن نفس السيدة عنو سيدة يعني ميرة أشياء مشاش فرا دبرن وتاني بهم كار ذكرن تجارة ذكرن وهمجي أشياء فرات بنوي دري ودري تاني نفرانكا احتياج بيدات تامين كرن مالا تمام ويتجهلون بتجارة وكانوا في رحلتيهم آمنين أو دبون دبان هبدو كاروانية خدا جي أمين بون شما لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته أبانا أهل حرم خده أهل بيت خده بون أو ولي وبيته بون خوي وبيته بون خويتي لذكرن رب العالم جي هيبة وان قصد دل إنسان فلا يتعرض لهم كس يعني زرار الندوان والناس خيرهم يتخطفون دحالك إنسان غير قريشيا يتخطفون دهات الرباندل يتخطفون سيدة بلا مجهولة يتخطفون يعني دهات الرباندل ويغار عليهم وإريش سروان ذكرن والإلاف من قولك لإلافي إلاف جبي تطع عرباتي جبي كوكهانتي آلفت المكان أولفه إلافا يعني أبون هبالو هو قرب ويجيرا أمهيني آمشمشي ويجيبون إلاف شو ذاتي إذا آلفته فأنا مؤلفا وقت كنت يعني ببي هو قرب ويجيرا فأنا مؤلف مثلا أذجي مؤلفا يعني أذهين بويا بيجي بل قال الشاعر وهو من المؤلفات الزهوي خير الأوارك كلام كسيدة مع الشعر خير أغمش شددت إليك الراحل فوق شملتي من المؤلفات الزاوي غير الأرائك أوراكي شددت إليك الرحلة من شدان ببال ترى الرحلة بال كاروان فوق شملة شدبك أكو عجلة شيء أو دغا عجلجي من المؤلفات جوان دبك أمهيم بنا الذهوي أو دبايك أهيم بنا فريق السيلة وان حتى وغير الأراكي بنك وان دبك الواد الأراكي مغلتين أبا نجوانا أبا هنكي القسم كيش دافيد نيكواي
بله أبدا من المؤلفات يعني أبيكو علش بشي بيبونه أبيكو هيني ويدري بونه أبيكو بونه من المؤلفات الراوي يعني شددت إليك الرحلة من رحل ببالتبا جدان فوق الشملة السد بك وعجلة درا أدب عجلجي من المؤلفات الزاوي جوان دبيكو أمهيم بونه وباري كيف صار حتى صار الحشكنين غير الأراكي غير الأراكي غير أواني كل واد الأراك أوراكي مغالن أوانا نجوان نيجي قسم ابني كان هذه أمانة سرنر من وخش نشن بل وقرئ لإلاف قريش نوصى آمش غوصة آمش نوصة سنة وقرئ لإلاف قريش يعني إلاف قريش إلاف قريش يعني دري حمزة قالنا كاجبك ينك لإلاف بي يا تمام إجا أي لمؤالفة قريش يعني إلاف بمعنى مؤالفته يعني مصدر بمعنى يعني مصدر ميمي آني عين يعني مؤالفته يعني أول بهذا مؤالفة نوصل يعني هي بناوان أرشميش بناوان ودائما أهل مكي هاويني دين الشام تجارت وزبستان يدين مدينة أوكي يمن تجارت أجبو به هي بناوان تمام بلى وقيل يقال ألفته إلفا وإلافا أو وجه ألفته إلفا وإلافا إلفا وإلافا يعني إلف وإلاف وإلافا يعني بيا بلى وقرأ جعفر لإلف قريش لإلف من إلف قندها وقد جمع علماء من قال إجا هر ديج بجمعتي قندنا يعني جماعة بيه وبي جمع كذا أي بيش عليه قلت الكلام كذا معنى يبش زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف ولكم وليس لكم إلاف إلاف هذا ينجح تفهمني وزعم ذكر كبريوا قريشي جوانرا يمبونا كيواني وزرستان سن يمني هابين زرستان الدنا سن يمني هابين الدنا شامي جوارا يمبونا تجارة كيواني أواهية وليس لكم إلاف جوارا يمبونا كيواتنا سنتي إيوان دباجاري أمين دانا كذلك أتغل ميسيوان ببا أما إيوان تشكيسا جوارا كنا وقرأ عكرمة ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف ليألف قريش خندية ليألف قريش وإلفهم يعني بأمريكي أمريكا سيدا ليألف إلفهم يعني دول دا هم لإلافي بفعلا مضاريكي خندية وهم جي لويدا إذا ليالف قريش الفهم لويدا ذكر كريا أو القراءة إذا الفهم هي ليالف قريش الفهم شبكهم بمن قريشي هني عادته وبمن أو عادته وانشيا كرحلة الشتاء والصيف بدل شبيش الفوانج كرحلة الشتاء والصيف خوش ما نفهم وقريش هي ولد النضري ظالي النضر كل نضر من كنانة بن خزيمة كل إشكال كبيغمبر ابن كنانة سموا أبناتنا نافذان بقريش بتسخير القرشي مسخرون قرشي أب قرشية أب معسيكية دنزلة معسيكي مصنع سيدة لمن أو يألف قريش الفهم يألفان تشكي ألفية علم يعلمية بيد إذا الفهم أتستخدم كم رحلة تجي مفعول الفهم نبا يعني رحلة أو أنا بيجي شو رحلتات كم مفعول به جبونا الفرا مفعول الفرا ماني عين الصن ماني
سموا بتسخير القرشي أمانا قريش اسمه تسخير كي ولا ج قرشا معسكي دنزه ده شمع على قوان شيء هو دابة عظيمة في البحر يعني حيواناتك مظنة دنزه ده تعبث بالسفن يعني أبيا يعني بجميع أوكي وصار دبا عباسي وان دبا هلاكي يعني وصار جميع شغل دليزة اللي مواد ليزر وصار مالي ولا تطاقوا إلا بالنار تكسك بينك كارش خيري آجر بيما يعني أنجا دورا جميع شيء بيبي احتمال وان جميع بلكي غير بقت ديه آجر ماجر بين جميع مميات كم بقيدا نزيد كن سا جاني ويجرم دبادر وإلا جميع مميا باطميش كي يعني حيوان بوسام كاس بينك أنا مالي ولا از نامي بالتركي هي نظام نامي بالتركي شيء فنظام شيء سيدا أنت تقول شو سيدا؟ قرش ها؟ قرش سمو بتسخير سيدا أزولا بالتركي جاني köpek بالغي köpek بالغ قرش köpek بالغي يا مالي والله ده شبه حيوان كبير مالي بالي أنا للغة نهر تبي köpek بالغي وعن معاوية أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بما رضي الله عنه بما سميت قريش قلت شما قريش هاتنا نافدان ببياني قال بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل شما لنا بما سميت بتش يعني أب قريش من نابه چه نافدان لوان داني قلت بحيوانك او حيوان دخو او نايخورن يعني كسن كانوا يبغوا وتعلو ولا تعلى وأوهر بسركتية تكت بسروي ناخة وأنشد وشعرانية وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريشا أولئك أومنوا جوعا وخوفا وقد جاعت بنو أسد وخافوا كلمة قريش هي التي قريش أو حيوانك تسكن البحر لدنزل سكنة بها ذي حيوان كل قريش بكل بحر سنبوي ضاقتي سميت قريشي نافات دايم في نابي وحدوان أولئك أوانا قومكنا أومنوا هاتنا أميكرني جوعا وخوفا جبت شبونا وشترسي هاتنا أميكرني يعني كو سربش كو تجارت ديكم وكشكي مداغلة بواناك نترسي وانايا نبت شبيني وانايا شبكي تجارت ديكم قادان جوان لقد جاءت بنو أسد وخافوا بنو أسد قومكيا أوهم بشبونا شبكي نكار تجارت ديكم وهم يترسا وانايا ملتي دورا وانجم مالي أزولا مصدر اشتقاقه يعني تشعلق قريشيا وفي حيواني بهبرة هي أزواج فهمتكم يعني في حيواني شوا فريق قوتية كسبه نكاره يوشنية أم قريشي جي وصانا يعني كسب وان نكاره كسب وان يلمش ناكه كسب وان مغلوب ناكه هر أو بالسلم بقوة بهيزم بريزن يعني في معنى بلكي نامي وانا بداني القريش باشقا شعل قوان في حيواني بهبراهي ملك يعني على قوان هاوي كتزانين ملك أؤمنوا جوعا وخوفا أبي حيواني جوا يعني المسبي حيوان كيا أبي حيواني نا يعني المشكرني أبي في قبيلة هاني كراجي قبيلة كي وسايا يعني كشكيوان يعني مش ناكي أو دائما غالب ديمك معناه يعني ملك سيدي ما صارش تشكي قوس إذا كلامك أقول كلام فاضل يعني تبيا أؤمنوا جوعا وخوفا يعني دائما تعلونا لا تعلى علينا ودائما تأكلنا لا يؤكلنا وتا أؤمنوا جوعا وخوفا عندما يكون قريشيش أولا يصبح تأكل الوطين شراوي دامية تأكل الغش والسمينة
ضعيف وششك دخو قلو دخون ولا تتركوا يوما لذي جناحين ريشا جمو خدي جناحين يعني طيرك راجي باسكنالن يعني كل كم بذبي وانجي دخون يعني دمك اون طيركي سبب عليه حيوان معصيه كيك دخون يا اون ابانا وان طيرك يقدم والتسخير للتعظيم اجا تسخير دبردا جبونا تعظيمه تسخير دبر جانا جبونا تعظيمه به جانا جي جبونا تحقيره به اما جبو تحقيره هنا جبو تعظيمه وقيل من القرش قرش وهو الكسب معنى كسب كرنا elde كرنا كار كرنا شما لانهم كانوا كسابين بتجاراتهم وضربهم في البلاد امانا كار ذكرن كسب ذكرن بتجارة خدا او كو نا الشهرات دشون دهاتن او دفتكن السفري او دبيا دجبكو كسب ذكرن لو ما جوان را قرش تقولن قريش تقولن قريش يكون معنى كسب اطلق الالاف لإلاف قريش نقول يتشي إلاف أول ده مطلق وطيه ثم أبدل عنه المقيدة إلافهم رحلة الشتاء وطيه من رحلتين شما تفخيما لأمن الإلاف سريع أول مطلق وضبيدا إجا تقييد كده جبونا تعظيمه إلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء يعني أبا أول مطلقة أبا دنيا مقيدة جبونا تفخيمه وتفكير برحلة الشتاء والصيف بلى وتفكيرا بعظم النعمة فيه أو عين زمان بلى وتذكيرا خدای تعالی ببیر درخستنه بعظم النعمة فيه كون نعمته مظن دوان هر دو رحلات ظاهنه جبوي خدای تعالی ببیرا ومخن ونسب الرحلتي بإلافهم مفعولا به يو نصب الرحلة يعني خدای تعالی کو بالنسبه آنی ابي رحلة الشتاء كتبه سيدا او بالنسبه هاتيه او نسب الرحلة بإلاف خالق رب العالمين منصوب كرحلة بإلافهم مفعولا به كده مفعول به جرا بإلافهم الرحلة إلاف ما يجي رحلتنا بل إذا بكم مصدر مفعول به منصوب بكذب بل كما نصب يتيما بإطعام إطعام يتيما يتيما ذا مقربة بل أو إطعام يتيما ذا مقربة بل وأراد رحلتي الشتاء والصيف خدای تعالى إرادة كريه كمثل فرتا رحلتك دقيقة رحلتك قوتي أو در رحلتك إنسان يقرأ بمفرد قوتي وأراد رحلتي الشتاء والصيف بلى أبيات شما فأفرد لأمن الالتباس جبو التباس سنة أمزارك وهر يك جوان رحلتك عند رب العالمين بالرحلتك التاني إفادة كريه بتسنية نعني كقولي وقت قلتنا الشاعري كلوا في بعض بطنكم كلام كسيدا كلوا في بعض بطنكم كلوا جمعة في بعض بطنكم البته يعني ما بزانه كي بطن دي بطونكم يعني الويدري اگر چخار مفرد جاته اتباس کنه مال اندي بزانه ايجاد بني ده الحال هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي يكسر القتل فيهم والخموشا يعني دبيكي بفيها دبازارة دا قبيلكي ناوي قبيلة قريشة بازارة دخون بخارنكي جنيش يعني دخون كميشا جنيش ولم آخر الزمان نبي داخل زمان پیغمبر كيوانا يكثر القتل فيهم أو الزمان قالك ويوم بكجا والخموشة أو شبكة يعني يكثر فيهم القتل ويكثر الخموشة خموش يعني وكي نعبك يعني وكي سجع بيوان يعني برين دارية
سيدا بريندارية بلى تمام بلى أندر باص لازونا وقرئ رحلة شتاء رحلة أوجه قراءة هي إجا الرحلة وهي الجهة التي يرحل إليها أو الطرف كبالي وذا الرحلة تكرن وتنكيل الرحلة من جوع وتنكيل في جوع أو تنكيل الجوع ذا وخوف شما لشدتهما أو جبونا يعني بتشبونك يعني شديد وخوف شديد يعني أطعمهم بالرحلتين من جوع شديد ومن خوف شديد مالك خدای تعالی وان دای طعام کردن ببانه هر دو کاروانی وان کو تیدا يعني وان دای طعام کردن جی جبرشبونا شدتي و أمنية شدة كانوا فيه قبلهما أو بري دبرشبونا كشدتي دابون بري فان هردو رحلتا وآمنهم من خوف عظيم وان ضاي أمين كنجة ترسى كاماسن وهو خوف أصحاب الفيل أوجي ترسى أصحاب الفيل بو أوجي جرشكتا خوف كاماسن أو خوف التخطف في بلادهم ومساجدهم ياجي أو ترسى الرواندنا دباجار واندا ودشوندن واتن واندا كد هات الرواندن إنسان لدور بري وان أباني بري في رحلته وانا دترسى كوصلا هاتنا أمين كرن بلي وقيل كانوا قد أصابتهم شدة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة يعني هاتي سريوان برشبونا كابر شدتني حتى كفانا مرار بخورن عستي الشوطاني بخورن بلي وآمنهم من خوف الجزام فلا يصيبهم ببلدهم أبانا جهاتنا أمين كرن ترسى جزام أمنا خشينكي كل بدنا يعني لتشرمي إنسان كمان أوصل عندي فلا يصيبهم ببلدهم أمنا خشين لباجار وان بيدر ندبو بلى وقيل ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه أبيات بدعاء حسن إبراهيم شبيه ومن بدع التفاصيل جاي التفسير غريبة طبعا زمخشري يعني بقى مناقع لو موصل فيه قلت وآمنهم من خوفين معنوي أوى واشترسي أمين كريه من أن تكون الخلافة في خيرهم وخليفتش خير قريشيا أو الكسد نبي سورة كريه ويد قريشيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام قلت الأئمة من قريش إمام في خلافة القريشية دايا وآمنهم من خوف يعني كوان ترسى خليفتي جوان دركبه واجبه ترسي أمين كريه عالبك مش كتابنا نعم بلى وقرئ من خوف من خوف أو نوني بدغمي قلنا بإخفاء النون مخ خوف هنك وصقني نورمال يعني قرب إظهاره به نقول قاعدة تجويد قرب إظهاره به هنك أجي مخ خوف قلنا بإدغام قلنا بإخفاء نوني من خوف بإخفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الإله في قريش أعطاه الله 10 حسنات بعدل من طاف البيت بلى إخفاء من يا خوفي بإخفاء النون سيدا من سيدا من خوف أوصل أنك أوصل أصابكم الله غير كثيرا وقد خيرا لا لا بي نقول لك خير بقى إظهار